السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو وصفه الشباكيه المغربيه المنزليه. قبل ما نعطيكم المقادير، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي اشتركوا في القناه بالضغط على كلمه اشتراك تحت الفيديو اللي باللون الاحمر، وكذلك فعلوا زر الجرس. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير. وبالنسبه للمقادير عندي هنا كاس ديال الخل، كاس ديال الخل ديال العنبه، وعندي هنا كاس ديال الزنجلان ديال العنبه يكون منقي مزيان ومقلي في المقله، ما يكونش مقلي مزيان غير شويه، غير يتبدل له اللون شي شويه. دخلوا ديك الحموريه شويه ديال الطياب صافي، حيت الا خليتوه بزاف غيمشي له المنافع ديالو غيمشيو. وعندي هنا كاس ديال زيت المائده، كاس ديال العنبه، وعندي هنا كاس ديال الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو البنات خصو يكون ضروري هاد الاحمر هذا ماشي البيض. علاش؟ لانه فاش كديريه بالقشره ديالو، غديروه بالقشره ديالو كتقليوه، غادي يساعدك من بعد في اللون ديال الشباكيه باش حتى. وكيف قلت لكم بان الكاوكاو الاحمر كيساعد في اللون ديال الشباكيه، باش فاش كطيب الشباكيه كاينين شي حبات ديال الشباكيه ما كيدخلهمش الطياب بزاف، فهاد الكاوكاو الاحمر كيساعد باش حتى الا ما دخلش الطياب ما كتجيش من الداخل بيضه، كيجي اللون ديالها زوين، كتبقاش بان ديك البيوضه. وعندي هنا كاس ديال النافع حتى هو يكون منقي مزيان، كاس ديال النافع يكون منقي مزيان ومقلي وما يتقلاش مزيان شويه ما يتحرقش. وعندي هنا كذلك كاس ديال حبه حلاوه حتى هي تكون منقيه مزيان، بغيتو تغسلوها غسلوها ونشفوها، ما بغيتوش بلا ما تغسلوها، كيبقى الاختيار ديالكم. وعندي هنايا كاس ديال المزهر، اللي عندها مزهر دير كاس منه، واللي عندها الروح ديال الزهر غادي يكون احسن دير قريعه صغيره ديال الروح كدير 5 دراهم، واللي ما عندهاش تكتفي بمزهر. وعندي هنا شوفوا البنات شحال دايره ديال الملحه، عندي الراس ديال المعلقه، على ما اظن بان داك الراس وما كاملش، شوفوا شحال غير شويه، ماشي تمشيو ديروا معلقه كامله. وبالنسبه للخميره شوفوا حتى هي شحال، كديروا واحد الكميه قليله بزاف، تقدروا تهزوا غير بالريصان ديال صبيعاتكم خير، حيت شي مرات العبار بالمعلقه ما تيكونش هو هذاك. وعندي هنا الزبده ديال المارغرين، زبده اللذه، كتذوبوها وكديروا منها كاس ديال الزبده مذوبه. وعندي هنا خماره، لكن هاد الخماره ما كديروهاش كامله، كديروا غير النصف ديالها، نصف خماره غادي تكون في كيلو ديال الطحين. وبالنسبه للزعفران، اللي عنده الزعفران شعره ديرو، واللي ما عندهاش دير هاد الملون هذا الاصطناعي، دير منه واحد القدر غير باش ما يجيش لون ابيض. وعندي هنا معلقه ديال القرفه، بالنسبه للقرفه خصها تكون معلقه كبيره. اذا هاد المقادير هادو كاملين غادا نديرهم في كيلو ديال الطحين. هاد المقادير اللي عطيتكم كاس غادي يكونوا في كيلو ديال الطحين. غادي تختاروا شي نوعيه مزيانه ديال الطحين وتغربلوه مزيان، وغادي نمزجوا هاد العناصر كاملين مبدياتهم. اول حاجه كنديروا هي الزرارع، كنخلطوهم مع الطحين. كيف قلت لكم غادي نخلط الزرارع اللي غادي نكون قليتهم شي شويه وطحنتهم، غنخلطهم مع كيلو ديال الدقيق، غادي نخلطهم مزيان حتى يمتزجوا دوك المكونات كاملين. وغادي من بعد غنضيف الزيت، كاس ديال الزيت،
وغنضيف كاس ديال الزبده، وغادي نبسبس هاد الكيلو ديال الدقيق مزيان ما بين يديا، نبسبسو مزيان بالزيت. ومن بعد غادي نجمع بما ديال الزهر والخل، والخل هذا الخل اولا ما زهر غندير معاه شويه ديال الزعفران، ونجمع كلشي بالماء. وبالنسبه للماء خصو يكون بارد ما يكونش دافي. علاش؟ باش ما يرخيش ليا العجينه ملي نكون كنشبك، ما ترخاش ليا العجينه بزاف. الماء البارد ومن بعد ما كنقي الزرارع مزيان كنقليهم وكنطحنهم مزيان ونغربلهم، كنخلطهم مع داك الكيلو ديال الدقيق. ومن بعد ما كنخلطهم عندك حبه حلاوه والنافع وكاوكاو والقرفه، كنخلطهم مع الدقيق هما الاولين. ومن بعد كنزيد داك الكاس ديال الزيت، زيت المائده، وكذلك كاس ديال الزبده اللي ذوبتها، كنزيدهم على داك الدقيق وكنبسبس بيديا مزيان الخليط، وكنحصل على هاد الشكل هذا اولا هاد القوام هذا. وكيبقى ليا داك الكاس ديال الخل اللي كنكون ضفت ليه داك راس المعلقه ديال الملحه، وكذلك نصف خماره حمراء والملون الغذائي. وكيبقى ليا داك الكاس ديال المزهر كنضيفهم على الدقيق. ومن بعد ودابا غادي نجمع هذا الخليط هذا كامل بالماء بارد، ضروري الماء يكون بارد. ومن بعد ما كنجمع العجينه البنات بالماء كنحصل على هذا القوام هذا. وواحد الملاحظه البنات، خص العجينه تكون قاصحه. ومن بعد ما كنقطع العجينه كويرات صغار، كنشكلها على هذا الشكل هذا، مستطيلات يكونوا صغار ما يكونوش كبار باش تغلبوا عليهم. وكنسرحها بالمدلك، كنسرحها مزيان. ومن بعد كنطويها على جوج ولا على ثلاثة او على أربعة. علاش هاد الطويه هادي؟ باش ملي كنقلي الشباكيه كتجيني من الداخل مرقه. وكنستمر بحال هكا على جميع هاد الكويرات اللي شكلت من العجينه. غادي نستمر معاهم بحال هكا، غادي نطويهم ونعاود نطويهم. المهم كل والطريقه ديالو اللي كيستعمل في الطويان. المهم هو ان ديك الشباكيه ملي طيب تجي من الداخل مرقه. غادي نطوي هاد العجينه اللي دابا انا طلقت بالمدلك، ومن بعد غادي ندوز للتشباك. كنطويها بحال هكا وكنعاود نطويها من هاد الجهه اللي من هنا، كنطويها عاوتاني وكنعاود نطويها من الجهه اللي من لهيه. وكتبقى ليا طويه وحده باش كنجمع هاد العجينه. صافي كنجمع العجينه بحال هكا. ودابا كنخشيها بواحد البلاستيكه وكنخليها ترتاح واحد شويه، وباش في نفس الوقت العجينه ما انا طلقت دابا الورقه ديالي اولا العجينه ديالي طلقتها بالماكينه. ودابا غندوز للتشباك نوريكم طريقه التشبيك اللي كندير انا. وبالنسبه لطريقه التشباك ديالي ديال الشباكيه هي هذه. اول حاجه كنقطع لاباط على هذا الشكل مربعات. كنجي هنا كنقطع العجينه من هذا الجنب هذا، كنقطع العجينه ديالي من هذا الجنب، كنقادها بجراره. وكنجي هنا كندوز جراره واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنقطعها كامله كيولي عندي مربع بحال هكذا مقاد. كنقلبها بحال هكذا وكنطوي العجينه ديالي بحال هكذا. كنجيب هاد الاولى هادي عند هادي بلاتي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، عند الرابعه اللي قبل من الخامسه كنطويها عليها بحال هكذا، كنطويها عليها. ودابا كنعاود نقلبها للجهه الاخرى كنعاود نقلبها للجهه الاخرى. وكنشد هذا الشريط هذا اللي بقى بوحدو، كنطويه على هذا الشريط هذا اللي هنا الاخر، اولا على هاد جوج ديال الاشرطه الاخرين، كنطويه بحال هكذا. وكنجي لهاد القنات، هاد القنت هذا كنربطو مع هاد القنت هذا هكا
بصبعي مزيان، كنشدو مزيان. كنجي لهاد القنات هادو اللي عندي في الحاشيه كنطويهم بحال هكذا، كنطويهم من الجناب. كنجي للجنب الاخر اللي من هنا كنطويه، هاد الجنب هذا كنطويه حتى هو بحال هكذا، وكنحاول نفتح الشباكيه ديالي بحال هكذا وكنقلبها وكنحصل على هاد الشكل هذا. كنحاول نقاده بيدي. وهذه هي التشبيكه ديالي، تشبيكه على 5، راه ساهله بزاف. غنعاود نخدم معاكم هذا الشريط هذا اولا هاد لاباط. هذه هي الاخرى، كنقطع من هاد الجانب، كنحيد هاد الشيء اللي زايد. كنجي هنا كنحسب 1 2 3 4 5. كنقطع، كنحيد هاد الشيء اللي زايد. كنشد هاد المربع اللي عندي كنقلبو، كنشد هاد الشريط الاول كنقلبو على هاد الرابع اللي قبل من الاخر، كنقلبو عليه بحال هكذا. وكنقلب هاد المربع اللي عندي كنقلبو، وكنشد هاد الشريط هذا عاوتاني اللي بقى بوحدو كنقلبو على هاد الاشرطه اللي في الاخر بحال هكذا. وكنشد هاد الجانب هذا مع هاد الجانب هذا كنربطهم مزيان. كنشد هاد الجنيبات هادو ديال هاد الشريط الاخر كنربطهم مزيان. وكنشد هاد الجنب هذا كنطويه على جوج بحال هكذا، كنضغط هكذا بصبعي. كنمشي للجنب الاخر حتى هو كنشد هاد الجنب هذا كنطويه على جوج بحال هكذا، كنطويه. ودابا كنفتح الشباكيه ديالي بحال هكذا، كنفتحها وكنقلبها. ملي كنقلبها كنقادها بيدي مزيان وكنضغط على هاد الجناب، كنقرصهم بيديا وكنتحصل على تشبيكه على هاد الشكل هذا. شفتوا البنات شحال كتجي زوينه؟ وكانت هذه هي الطريقه ديال التشباك ديالي، وراها سهله بزاف. انا دابا البنات ساليت التشباك، هذه هي النتيجه ديال التشباك. وكيف وريتكم راه الطريقه سهله بزاف وسريعه دغيا كتوجد، ما كتاخذش الوقت بزاف. دابا غادي ندوز باش نطيبها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالي من بعد ما طابت. ورقدتها في العسل 1-2 ديال السوايع، ومن بعد صفيتها من داك العسل ودرت ليها شويه ديال الزنجلان. ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. المهم البنات الفيديو وصل للنهايه ديالو. الا استفدتوا من الفيديو ديالي اشتركوا في القناه، خليوا لي اشتراك بالضغط على كلمه اشتراك تحت الفيديو او لا ابوني، وبتفعيل زر الجرس. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وجربوها، راه ما غتندموش، راه كتجي زوينه بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.